إذن ادي اول حاجه الامتحان زي السنه اللي فاتت، وكتاب المفاهيم او كتاب المفاهيم اللي كان الطالب بياخد معاه العام الماضي هياخد تاني هذا العام. عدد الاسئله في كل ماده مثل العام الماضي ايضا، لكن عدد الدرجات المخصصه لاسئله اختيار متعدد بقى اللي عليها واحد بقى اكتر شويه، عشان ودي بتدي اريحيه اكتر للطالب لو غلط في سؤال يبقى ايه بدرجه مش بدرجتين ولا بتاع. التعريب مستمر هذا العام. موضوع التعريب ان احنا الماده هتبقى بالانجليزي وجنبها باللغه الايه العربيه. حتى الطالب هيتسلم كراسه اسئله مثل العام الماضي وبابل شيت وورقه ثانيه منفصله. بياناته على البابل شيت وبياناته على الورقه الثانيه المنفصله. البابل شيت للاجابه على الاسئله الاختيار المتعدد، والورقه الثانيه هتبقى للاجابه الاسئله الايه؟ المقاليه. الاسئله المقاليه نصيبها 15%، فبالتالي عدد الناس اللي يلزم لتصحيحها قليل، يعني ما في حاجه بسيطه جدا. تاني حاجه ان احنا هناخد سكان من الورقه دي نديها على الاثنين معلمين على الكمبيوتر بتاعنا بس. يعني مش التصحيح للورقه، مش في برنامج بيصحح المقاله، لا مدرس معلم هو اللي بيصحح الايه المقاله.